السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان خلاص داخلين على شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين وبخير. فيلا نبدأ نجهز لتفريز الخضار، ونجهز عشان يكون سهل وسريع معانا واحنا بنطبخ في رمضان. وخصوصا ان احنا جايين في وقت دراسة، ان رمضان جاي في وقت دراسة ومذاكرة للأولاد، ويدوب بنصحى من النوم نلاقي اليوم خلص. فأول حاجة أنا نزلت السوق وجبت الخضار زي ما انتم شايفين، وبدأت أنظف فيه. طبعا السوق يعني ما اقولكوش يعني على الاسعار فيه، يعني اي حاجه ب10 جنيه حتى البتنجان. فربنا يقوي كل رب اسره على بيته، وان هو يقدر يصرف عليهم ويجيب لهم كل طلباتهم ويوفيهم كل طلباتهم. زي ما انتم شايفين القلقاس مقشراه. طبعا بيتقشر كده. هو صعب في التقشير بتاعه، يعني هخلي بالنا واحنا بنقشره وبنقطعه. زي ما انتم شايفين قشرته. والقلقاس بدأت عرفتش اقطع اعملها كده واحده سليمه، فقلت لا اقطعه احسن، اسهل لي واسهل لكم برضو. يعني انتوا تقطعوه شرايح كده زي اكنك بتقطعي، تقطعوه كده شرايح كده زي اكنك بتقطعي زي البتنجانه، شرايح كده مدوره، وتقشريها كده، دي اسهل لك طبعا. وده شفته بالفوطه زي ما انتوا شايفين. القلقاس ما بيتغسلش. القلقاس يا بنات ما بيتغسلش، القلقاس بيتنشف كده بفوطه، وبعد كده بنقطعه مكعبات وبنفرزه في الاكياس بس، ولا بنسلقه في ميه، ولا بنحطه في ميه سخنه، ولا اي الكلام ده. هو بس مجرد ان انت بتقطعي قطع مكعبات كده، وتحطيه في الكيس بس قبل ما تقطعيه طبعا احنا زي ما انتوا شفتوا كده بنعمله بالفوطه، بننشفه بالفوطه، كأننا بنغسله بس على الناشف يعني. بس انا قطعت اهو القلقاس، وبدات ادخل في اعمل الملوخيه. طبعا الملوخيه يعني زي ما انتم شايفين كده بتبقى رخمه قوي في التقطيف، فبتاخد معايا وقت. ده انا جايبه 2 كيلو، خدوا معايا بتاع نص ساعه تقطيف بس. بعد كده حطيت ميه على النار، وسبتها تغلي لحد ما اخلص، وهي فعلا غليت. حطيت معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه كربونات صوديوم دي عشان تخلي الملوخيه تفضل خضراء، ما تغمقش وما تسودش مننا. وحطيتها في الميه المغليه دي وقفلت عليها النار. وبعد كده خرجتها من ميه مغليه لميه ساقعه. ميه ساقعه انا جايباها من التلاجة يا بنات، مش جايباها من الحنفيه، جايباها من التلاجة. كنت حاطه ازازه مسقعاها عشان خاطر اعمل الحركه دي، وبما ان في الشتا مفيش حد عنده تلج دلوقتي. وبعد كده حطيته في الكبه مش الخلاط، الكبه عشان تبقى الملوخيه مورقه، مش ناعمه. وضربته في الخلاط، هوريكم دلوقتي شكلها لما اتضربت. ولونها بقى كمان، يعني اللون بتاعها يعني اكنك جايباها عاملاها دلوقتي حالا. فتبقى حلوه جدا وسهله جدا وسريعه، بدل ما نجيب الكيس دلوقتي كيس بره. شايفين شكلها واللون اهي بالشكل ده، شايفين؟ هتبقى زي بتاعت بره بالظبط اللي انت بتجيبيها، وفي نفس الوقت انت اللي عاملاها في البيت، ومضمونه ان هي تبقى حاجه معموله صح وسليمه. تمام. بعد كده عملتهم في الاكياس خلاص، وكده خلصت الملوخيه. وبحطها جم معايا في كيسين. ال2 كيلو طبعا كل واحد انت يعني انا بعمل الكيلو في كيس، يعني انت عايزه تعملي تقسميه على حسب اكلتك براحتك. يعني انا بعمل كيلو في الكيس. وهنا السبانخ جبتها غسلتها ونضفتها ونقعتها في ميه وخل وسبتها لما تصفى. وهنا بقى جبت القلقاس بعد ما قطعته حطيته في الكيس بتاعته. عمل معايا برضو، انا كنت جايبه 2 كيلو، عمل معايا كيسين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا سهل جدا وسريع. لما تحبي تطبخي تقومي جايباه على طول وعاملاه وحاطاه في الشوربه على طول، من غير ما تقعدي تقشري وتقطعي والكلام ده، وما بيحصلوش حاجه في الفريزر. دي السبانخ خلاص جبتها بعد ما حطيت عليها الميه السخنه، سبتها لما تبرد. وشايفين السبانخ بدات تدبل اهي. ولا حطيت بقى ميه على النار وقعدت تغلي وطلعتها من ميه سخنه لميه ساقعه، لا ديت بقى دي يعني انا دي على ضمانتي. تحطيها كده بس بميه من الكتل وبس، ما تحطيش عليها اي حاجه تانية، وتحطيها تفرزيها في الاكياس، وبعد كده تحطيها في الفريزر بعد ما تبرد طبعا.
زي ما انتوا شايفين اهيت حطيتها في الاكياس، ودولت 2 كيلو سبانخ عملوا معايا 4 اكياس. بعمل السبانخ نص كيلو عشان انا ما بحبش الخضار الطبيخ يقعد لتاني يوم، انا بحب هي الاكله وبس، هو او يوم واحد بس، ما بنحبش الاكل بايت بصراحه. فبعمل السبانخ عشان هي بتكتر وزي ما انتوا عارفين، فبحب هي اكله اليوم بس نص كيلو. فعملت 2 كيلو ومعايا سبانخ عملتهم 4 اكياس. طبعا يعني ده يعني لما الطبيخ بالذات عشان الاولاد كلها وعيالنا كلها انا متاكده ان هم ما بيحبوش الاكل بايت، وده لما يترمي فاعمليه على قد الاكله بالظبط، فكده هيبقى احسن يعني. بس وديني عملتهم، طبعا سبتهم كده مفتحين شويه لحد ما البخار يخرج منها، وبعد كده بدات اقفلهم. وشايفين الخضار بتاعها حلو ازاي، وحتى لما تحطوها في الفريزر وتيجي تخرجوها من الفريزر عشان تطبخوها هتلاقيها نفس الخضار ده من غير اي اضافات، هي ميه من الكتل بس، وتسيبيها لحد ما تبرد، والسبانخ تلاقيها بقت دبلانه كده مش لسه ناشفه. انا خلصت طبعا الميه بتاعت السبانخ دي نضيفه وزي الفل، يعني مفيده برضه، لو عايزه تحطي معلقه منها على السبانخ حطي. وطبعا البسله، ده عملت بسلة وجزر قطعت عليه، عشان ساعات كده الواحد بيبقى التلاجة ما فيش فيها جزر، وانت عندك بسلة فهتعملي ايه؟ فبضطر ان انت ما تعمليش البسلة او تعمليها لوحدها، فبس الجزر بيديها طعم معسل كده ومسكر، فانا بحب احط الجزر معاها في البسلة، وعينها في الفريزر، وما بيحصلوش اي حاجة ولا بيجلد ولا بيحصل له اي حاجة، ومن غير برضو ما تسلقي وتعيني. هو كده البسله بتقشريها، وبعد ما تقشريها بتغسليها وتسيبيها لما تنشف خالص. ما تحطيهاش في الاكياس مبلوله، لو سمحتوا ما تحطوش البسله في الاكياس مبلوله، سيبوها لما تنشف خالص، وبعد كده تفرزوها في الفريزر. ونخلصنا كده الخضار كله، وهبدأ بقى اكيسه كده زي ما انتوا شايفين واقفل عليه، وحاولوا تخرجوا منه الهواء علشان ما يدخلوش تلج. الهواء بيعمل تلج في الاكياس، فانتي لما تقفليه كويس كده مش هيعمل تلج، هتبقى كده زي ما انتوا شايفين كده خضرة زي ما هي. تمام كده خلصت الخضار عندي. وعملت حاجة كمان، يعني اللوبيا دي يا جماعة لازم يعني سهلة جدا، نقعيها نص ساعة وحطيها على النار تستوي نص سوا، وبعد كده فرزيها. انا فرزت شايفين هتشوفوها دلوقتي يعني حلوه جدا وسهله جدا، مجرد بس ان انت هتسبكي الطماطم بتاعتها وبعد كده تقوم ضيفيها عليها على طول، يعني مش هتاخد وقت ومش هتاخد اي مجهود، وسريعه جدا وسهله جدا. وبالهنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين، وارائكم وكومنتاتكم من مطبخنا. باي.